انا عايزك تفوق لي وتصحصح لي وتنتبه لي قوي قوي قوي، لاني هتكلم معاك عن واحدة من اهم القطع المكونة للفتيس الاوتوماتيك في عربيتك. القطعة دي اللي بسببها بتحصل اشتغالات كتير جدا 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 من بعض الفنيين للأسف. للأسف والله بسبب القطعة دي ياما ناس خسرت ألوفات الألوفات، وفي الآخر اتضح إنه السبب في هذه القطعة. القطعة دي اسمها إيه؟ عشان ما أطولش عليك كتير، القطعة دي اسمها سيلكتور الفتيس أو مشط الفتيس أو سويتش الفتيس. القطعة دي بتبقى مثبتة على جسم الفتيس من الخارج زي ما هو في الصورة كده قدامك. وظيفه القطعه دي انها حلقه وصل بين عصايه الفتيس وبين الفتيس. انا دلوقتي بالعصايه واقف على الان، الفتيس هيعرف ازاي ان انا واقف على الان؟ هيعرف ازاي ان انا واقف على الريفرس؟ هيعرف ازاي ان انا واقف على الدرايف؟ هيعرف من خلال هذه القطعه اللي هي السلكتور. طيب القطعه دي ليها 3 اعراض تلف. الشائع بتاعها 95% انها ليها 3 اعراض تلف. اول عرض منهم انه حضرتك نزلت الصبح، جيت بتحرك العصايه بتاعت الفتيس عشان مثلا من الباركنج مثلا للريفرس او من الباركنج لاي وضعيه كانت، المهم انه انا عايز احرر الفتيس بتاعي، اجي اعمل كده الاقي العصايه ما بتتحركش. ادي اول عرض من اعراض تلف سيلكتور الفتيس. تاني عرض انه انا فرضا العربيه، او مش فرضا، هنقول ان العربيه زي ما احنا كلنا عارفين بتدور على البي وبتدور على الناتشورال او على الان. طيب جيت انت حضرتك والعصايه على وضعيه الناتشورال بتدور العربيه مش بتدور معاك. ده تاني عرض من اعراض سيلكتور او اعراض تلف سيلكتور الفتيس. العرض رقم 3، في شاشه صغيره بتبقى قدام منك كده في الداشبورد في العربيات اللي تقريبا من 2010 او من 2005 واحنا طالعين، بيبقى في شاشه صغيره كده موجوده فيها البي ار ان دي عشان تعرفك انت العصايه في انهي وضعيه. لو سيلكتور الفتيس فيه مشكله هتلاقي القطع او الحته دي من الشاشه، القطعه دي من الشاشه راحت ما بقتش موجوده. يعني انا مثلا واقف بالعصايه مثلا على الناتشورال مثلا، لا قدام مني على الشاشه اصلا الجزء ده مختفي مش موجود، انا مش عارف انا واقف فين. ده برضو ثالث عرض من اعراض تلف السيلكتور بتاع الفتيس. السيلكتور ده بيبان على الجهاز بكود اسمه ترانزميشن رينج سنسور او ترانزميشن رينج سيلكتور سويتش، ايا كان المسمى ايه، بيظهر على جهاز الاعطال بهذا الشكل. السيلكتور ده بيبوظ او بيتلف نتيجه غسيل المحرك بالماء. حضرتك لما تغسل الموتور بتاعك بالميه في اي مغسله بيبقى في الاغلب في شرخ بسيط انت مش شايفه، البلاستيك المكون للقطعه دي، الميه بتدخل من جوه البلاد او جوه الشرخ ده من جوه تحت البلاستيك توصل للقطع المكونه للسلكتور، للقطع النحاسيه الكهربيه، وتبوظه. وده اللي بيحصل بالفعل. احنا لما بنفك القطعه دي في اغلب العربيات اللي فيها مشكله فيه بنلاقي ان القطعه الداخليه مصديه نتيجه دخول الميه داخل السلكتور. بس انا كده فهمتك الدنيا ماشيه ازاي، وفهمتك الاعطال، وفهمتك وظيفه القطعه دي ايه، وفهمتك الاعراض اللي تظهر معاك نتيجه تلف هذه القطعه، علشان انا مش عايز حد يشتغلك. بس اتمنى ما اكونش طولت عليك. سلام عليكم.